السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون كل الأصدقاء في خير وفي نعمة وفي أفضل الأحوال. في البداية بنشكر الأخ يونس من العراق صاحب تصوير الفيديو دوت. طبعا حدث مشكلة في الصوت، فإن شاء الله نحاول نقول الحديث اللي كان الأخ يونس يتكلم فيه. الأخ يونس الله يبارك في الجميع دلوقتي بينزل تركيز الفورميك أسيد من 85% إلى ما بين 60 وال 65% علشان يقدر بعد كده يقوم بعملية مكافحة للفروة. طبعا في البداية زي ما انتم شايفين دي سرنجة أو حقنة طبعا بيسحب بيها نقدر نقول الأخ يونس المية اللي هو نقدر نقول هيخفف بيه التركيز بتاع الفورميك أسيد. طبعا بيعبي في كنينة فاضية زي ما انتم شايفين. طبعا بيعبي مقدار المية تمام. هو دلوقتي الله يبارك في الإخوان، طبعا أتمنى الأخ اللي بيستمع لينا يركز معايا. الأخ يونس في البداية قبل ما يقوم بأي عمل زي ما انتم شايفين ما شاء الله لابس قمامة، لابس نقدر نقول قفازات تمام، منعا لا قدر الله إن الحمض يجي نقدر نقول على يده أو على الجلد هيسبب مشاكل. فأنا صراحة بأشكر الأخ يونس على الموضوع دوت أو الوقاية نقدر نقول شيء ممتاز جدا. طبعا هو دلوقتي بيفضي نقدر نقول مية عشان ينزل التركيز، لأنه هو عنده 1 لتر من الفورميك أسيد تركيز 85%، هياخد منه ربع لتر فقط من الفورميك هيخفه تمام. طبعا هو أضاف دلوقتي نقدر نقول مقدار المية خلصت كده دلوقتي خلاص. هو أضاف مية قد إيه عشان يخفف الربع لتر من الفورميك؟ أضاف في حدود 120 ملي من المية، 120 ملي من المية. ودلوقتي بيبتدي يسحب زي ما انتم شايفين من الجيك الابيض ده، بيسحب منه ربع لتر من الفورميك اسيد تمام. اتمنى يكون الاخ اللي بيستمع ليا مركز. هو لان نقدر نقول في اعداد خلايا بسيطه، فمش عاوز يخف الربع لتر بالكامل، مش عاوز يخف اللتر من الفورميك اسيد بالكامل، لا هو عاوز يخف نقدر نقول ربع فقط، ربع لتر من الفورميك يخفه بالميه تمام. طبعا حط مقدار الميه زي ما احنا قلنا 120 ملي، ودلوقتي بيسحب الفورميك اسيد مقدار ربع لتر من الفورميك اسيد، وطبعا بيعبيه زي ما انتم شايفين في كنينه او في عبوه فارغه تمام. اتمنى يكون الاخ اللي بيستمع لينا مركز تمام. طبعا زي ما احنا قلنا في البدايه مقدار او تركيز الفورميك اسيد اللي الاخ يونس بيقوم بتخفيفه هو 85%. 85% ده علشان نكافح بيه فروة تمام. نقدر نقول ممكن يؤدي لمشاكل لا قدر الله للملكات، ممكن يؤدي لمشاكل لا قدر الله في النحل تمام. فبالتالي احنا بننزل التركيز بتاعه ما بين 60 لل 65% يكون آمن على النحل تمام. بحيث ان احنا لو كافحنا، وان شاء الله يتم نشر فيديو او 2 عن الموضوع ده، لو كافحنا في درجة حرارة مرتفعة 40 درجة او حتى 42 درجة، فبالتالي نقدر نقول يكون الامر امان على النحل تمام. طبعا الاخ يونس زي ما انتم شايفين بيعبي بالسرنجة مقدار ربع لتر من الفورميك اسيد في الكنينة. طبعا في البداية طبعا اضاف المية اللي اضافها زي ما احنا قلنا 120 ملي من المية، هيضيف ليهم ربع لتر من الفورميك اسيد على اساس بعد ان شاء الله ما ينتهي من تعبئة الربع لتر هيصبح التركيز في اللحظة ديت بتاع الفورميك اسيد ينزل من 85% الى ما بين 60 وال 65%. ومن ثم يقدر الاخ يونس او اي اخ بيستمع لينا يقدر ان هو يكافح بصورة امنة. لان بالمناسبة ملكات كبيرة في السن سهل جدا يتم ضربها او تموت او يتم فقدانها لا قدر الله لما بنكافح بفورميك اسيد عالي التركيز، زي الفورميك اللي هو تركيز 100%، زي الفورميك اللي هو تركيز 85% تمام. وبيكون اي جرعة نقدر نقول زيادة لا قدر الله بتؤدي للخطر تمام. اتمنى صدقا وانا بقى احييه للمرة التانية وللتالتة القفاز اللي هو لابسه والقمامة، او نقدر نقول الامور الوقائية اللي الاخ يونس بنشاهدها في الفيديو. صراحة انا بأشكره لان دي مهمة جدا. صدقا الحمد لو جه على اليد او جه على الجلد نقدر نقول هيؤدي المشاكل تمام. فالاخ اللي بيستمع لينا سواء وانت بتنزل التركيز تعمل زي الاخ يونس لابس قفاز وقمامة علشان برضو ما يسببلكش مشاكل نقدر نقول لا قدر الله في الجهاز التنفسي.
كذلك وانت بتكافح نقدر نقول الخلايا لازم يكون لابس الشيء ده. تمام، انت بتحمي نفسك في البدايه. تمام، بالخصوص مع حمض الفورميك اسيد. طبعا الاخ يونس دلوقتي نقدر نقول انتهى ما شاء الله من اضافه الربع لتر من الفورميك اسيد على 120 ملي من الميه. تمام، فما شاء الله تبارك الله نقدر نقول خلاص دلوقتي بيقفل القنينه. تمام، اللي هي نقدر نقول هيستخدمها في المكافحه، وهيقفل كذلك الجك الابيض اللي هو نقدر نقول فيه الفورميك الخام، اللي يقدر بعد كده لما يحب ياخد منه جزء يخففه كذلك، لان الحيازه عنده النحليه بسيطه. الحيازه النحليه مش بالكميه الكبيره اللي هو يقدر مثلا يستخدم فيها لتر كامل. طبعا نقدر نقول دلوقتي بيقوم بعمليه خلط ما شاء الله الفورميك مع الميه، على اساس ان هو خلاص كده اصبح التركيز بتاعه جاهز للمكافحه ما بين 60 لل 65%. تمام، طبعا بجد بما يرضي الله انا باشكر الاخ يونس لانه شاركنا في فيديو العجينه البروتينيه، شاركنا كذلك بفيديو تنزيل او تخفيف الفورميك اسيد. مشكور، شكرا جزيلا الاخ يونس من العراق.